السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من قناة صاحب الكورة. الزمالك بيفوز على حرس الحدود فوز صعب، فوز بشق الأنفس. بس قبل ما ندخل على الفيديو، قبل ما نقول أي حاجة، خربوش الشاي بتاعك الجميل وتعالى لي. التشكيل اللي بدأ بيه الزمالك الماتش هو التشكيل اللي كان متوقع، ما عنديش معاه اختلافات كتير فيه. حارس مرمى بدأ بالمهدي سليمان، هو اللي بقى مثبت رجليه بقاله كتير في ظل الأداء السيء اللي بيقدمه محمد صبحي ومحمد عواد، ومشكلته مع الإدارة ما نعرفش إن كانت هتنحل وهيكمل أو هيمشي. خط الدفاع بدأنا بمحمود بنتايج بعد العشر دقايق الهايلة اللي اداها قدام سيراميكا كليوباترا، وبعد ما حل مشكلته ممدوح عباس ورجعه تاني نادي الزمالك، كان لازم يبدا النهارده اساسي بحيث ان هو يبدا يخش في الماتشات. مع الماتشات الجايه انت هتخش بعد كده في الدوري على ماتشات حاسمه، لازم يكون معاك محمود بنتايج وعنصر خبره احسن من ايش واحسن من خضري. خط الدفاع بدات بالاثنين اللي انت بتلعبهم على طول، اللي هم متثبتين، حسام والونش، مفيش اي كلام فيهم يعني. في الباك بقى لعبت بمحمد ابراهيم، هو فعلا احسن من عمر جابر بكتير، لعيب حيوي، لعيب نشيط، لعيب بيطلع وبيقدم وبيرجع، احسن من عمر جابر حتى في الحاله الدفاعيه وفي الحاله الهجوميه. كان لازم يبدا كل الماتشات وما ينفعش اشوف عمر جابر تاني في الملعب. وسط الملعب بقى اللي عندي فيه المشكله هي مشكله كل ماتش وحدوده كل ماتش وقصه كل ماتش هنتكلم فيه. حدوده وسط الملعب اللي ما بيأدوش فيه اللعيبه بشكل كويس، ان كان شحاته، ان كان محمد اسماعيل، حتى النهارده عبد الله ما اداش بشكل كويس اللعيبه اللي نزلت. يعني انا مشكلتي بصراحه في التشكيل، ابدا بشحاته وابدا بعبد الله السعيد، الاثنين دول كانوا لازم يبداوا. انما مشكلتي بقى مع محمد اسماعيل اداء وحش الماتشات اللي فاتت، وكل ماتش بتطلعه بين الشوطين. يعني ايه لازمه البدايه بيه؟ طب ما كنت ممكن انزل محمد السيد، التبديله اللي انا عملتها في الشوط الثاني كان ممكن انزلها من الشوط الاول تعمل لي فرق. خط الهجوم مفيش خلاف، بزيرة وقدام ناصر منسي وده الدبان. ده بالنسبه لموضوع التشكيل. الشوط الاول بقى مش ازاي بدانا الماتش، بنقل من خط الدفاع من الونش لحسام، من الونش لحسام، من الونش لحسام، نروح للباك محمد ابراهيم، نروح لبنتاج، ما فيش اي طلوع بالكوره، ما عنديش اللاعب اللي بيحل. فبالتالي ما كانش ليا اي فرصه في اول ربع ساعه ولا حتى اول ثلث ساعه. ليه بقى؟ ما فيش اي لعيب من وسط الملعب عنده حل، غير بقى كل لعيبه حرس الحدود، كل لعيب لازم يقع وياخد 10 ثواني. لا يا باشا، انا مش عشان متعادل او عشان خسران انا كزمالك، انا كزمالك كنت بضيع وقت. ريتم بطيء يا جماعه، عايزين نسرع رتم الدوري عشان الناس تتفرج عليه. انت قاعد بتتفرج على 45 دقيقه من الملل. اما حاول محمود بنتايج يعمل لك واحد تضعف منه بغرابه. محمود بنتايج باص غريب في بدايه الماتش، كانت في الدقيقه 16 اتعامل معاها المهدي سليمان ببراعه، بعدين بتستمر برضه في الريتم البطيء، في عدم فكره. كميه النهارده تمريرات طويله غريبه قوي من نادي الزمالك، مش هي دي لعب الزمالك ولا هو دي طريقه لعبنا خالص. عمال كل كره لطش، كل كره لطش لطش عالي عالي عالي. ايه يا جماعه، في ما نلعب شويه على الارض ونعم. مفيش المايسترو. بيبدا برضه حرس الحدود كره تانية برضه بيعمل لحرس الحدود، بيهدى التاني محمد شحاته، بيتعدى من على الطرف وبيترفع عرضيه خطيره جدا، اتعامل معاه برضه المهدي سليمان بكل قوه. اللي هياخد معاه النهارده تقييم عالي. الونش بيبقى سهل مهاجم حرس الحدود. يعني انت الحرس عملت عليك 3 فرص في الشوط الاول، واحده خطا من بنتايج والثانيه خطا من الونش، وكره واحده بس اللي بتجيلك في الشوط الاول بتجيلك من خطا برضه ودربك جوه المنطقه. مفيش فكر، ما عملتش انت الفرصه دي في فكر، تروح للونش بيروح تشرب في الجون. حتى كوره بمعنى الكوره كده بنقول عليها كوره بكاتي، تسديده في ايد الحارس. دي كده قصه الشوط الاول. هم ضيعوا 3 فرص واحنا ضيعنا فرصه واحده. هتيجي تتكلم بقى على قصه مهاجمين الزمالك، مهاجمين الزمالك ما كانوش بينزلوا يسقطوا خالص الشوط الاول يستلموا. احصائياتك الشوط الاول وحشه قوي، يعني اوفسايد 5 مرات للمهاجمين بتوعك، ركنيه واحده، اخطاء كتير، شوط سلبي جدا، شوط ما تحبش تتفرج عليه تاني طول الموسم. بيبدا بقى الشوط الثاني اللي بيحصل كل ماتش فعلا، هو اللي بيتكرر. محمد اسماعيل بيخرج، لان محمد اسماعيل كلاعب ما عندوش اي حاجه بيقدمها يا جماعه. لما نيجي نتكلم قطع كوره مفيش، تسليم كوره بطيء. طب بيفوز بالكوره الثانيه واحنا ما معناش الكوره اللي رد من دفاعنا؟ لا. طب بيفوز بالكوره الثانيه واحنا بنهاجم ما بترد من دفاع المنافس؟ لا. كل خصائص المركز ما بيلعبش، تسديد مفيش، وعشان مدافع وبيجري يتبنى لعبه في مركز 6؟ لا. لما بتكمل بيه وتصر عليه بتخلي الناس مش قابله تشوفه حتى في مركز خط الدفاع بعد كده. لازم يتغير. خصوصا انا عندي ربيعه رجع من الاصابه، بنزله كل ماتش دقيقتين وثلاثه. طب ما انا ابدا باحمد ربيعه، عايزين نشوف. نبدا بقى الدنيا تتغير ما بينزل محمد السيد، ينزل يقلب الدنيا. انا برضو مش عارف ليه احنا بنلعب قصاد حرس الحدود باثنين لعيبه دفاعيين. يعني محمد شحاته اللي يساعد برضه في الحته الدفاعيه معين، انا مش محتاج محمد اسماعيل في ماتش زي ده. هيعمل لي ايه؟ طب ما انا كده ماسك الكوره، بل هم بقى لما بكون انا ماسك الكوره وهم ياخدوا يعملوا عليا مرتده، نص ملعبي فاضي، شوارع في وسط ملعبي، شوارع. وبرضه استمرار للكور القطريه التعبانه، كل كوره لعيبتنا مستعجله، ما نلعب على الارض. كور قطريه كبيره جدا ضايعه من وسط ملعبي كله. بيبدا الشوط الثاني اول فرصه لحرس الحدود بتيجي في الدقيقه 46 او 47، بيتزحلق بنتايج. غير كده حرس الحدود ما ظهرتش. انا بقى بنزول محمد السيد بدات اللعب بيتفتح، بدا الملعب يتفتح، بدا يبقى فيه استرتشات للملعب، الملعب بيبقى طويل بدل ما انا مضايق الدنيا على نفسي. وبدا بقى بكل الكور اخد كورنرات، اضغط بكورنرات. لعيبتي جوه المنطقه عندي 2 مهاجمين بيجي لهم فرص من كتر العرضيات. انما حته ان انا اودي بزيرة لقلب الملعب واعتمد عليه ان هو اللي يطلع الناس او شحات يلعب كوره قطريه، لا. ما نفتح الملعب، وخصوصا ان الفرق اللي متكتله دول بيلعبوا
عمق الملعب المقفول والاطراف بتبقى فاضيه. طب ما انا استغل الاطراف. خلق الفرص النهارده ما كانش كتير غير في الشوط الثاني، في كره لبنتايج من فاول، في كره ثانيه لمحمد السيد صدها الزنفولي بغرابه. وبيستمر استحواذك مع الفرص اللي انت ضيعتها دي، بيستمر استحواذك، بيستمر سيطرتك. محمد ابراهيم بيرفع واحده، هتلاقي بنتايج رفع الواحده بتاعت الاسيست دي، اسيست لوز من بنتايج لوز. يعني شوف العرضيه وقوتها، وشوف فتوح لما نزل التاثير اللي هو عمله والزياده في خلف الدفاع. الفرقه اللي بتدافع دي عايزه عامل المفاجاه، ان انت لعيب يخش على فجاه، انما عارفين ان بزيرا واقف هنا، عارفين ان العداء واقف هنا، عارفين ان نصر واقف هنا، فبنبدا نعمل تكتل ب5 مدافعين، فخلاص انت بتلعب 3 على 5. انما عامل المفاجاه هتلاقي في كورته ان مدافعين الحرس واقفين هم ال5 وانت عندك 4 بس بيهاجموا. بس المفاجاه هي اللي خلت لعيب الحرس يغلط، زي كوره امام عاشور برده امبارح. لو تشوف طول الشوط الاهلي مع المهاجم التعبان ده ما بيضيعش اي فرصه. اول ما دخل امام لعمق الملعب وساب الطرف اليمين اللي كان ملعبه في المدرب ودخل عمق الملعب وعمل المفاجاه، جه الجول. بنستمر برده في اداء المتميز في الشوط الثاني، وخصوصا بقى التقدم برده اللي انت عملته، ان انت بعد الجول ما تراجعتش. لا، كوره ثانيه في الوقت المحتسب ناصر بيخلص. ناصر ماشي في طريق اللي هو يبقى نجم كبير، ماشي في طريق النجوميه، وكل ماتش بيعلى، كل ماتش بيعلى، وما انت بتكون مركز ربنا بيديك. هتكلم بقى عن كل لعيب لوحده. المهدي سليمان شني في كورتين في الشوط الاول، كان ممكن الماتش ده ينتهي من الشوط الاول ليهم، ولو كانوا اتقدموا ب1-0 بس مع فرقه بتدافع زي دي ما كنتش هتعرف تتعادل، حتى لو اتقدمت ما كنتش هتعرف تكسب. محمود بنتايج لعيب ادى ماتش دفاعي هايل، هو بس عنده مشكله اللي هو بيعمل تاكلينج كتير، فلازم يقلل شويه التاكلينج ده، وبيرفع عرضيات حلوه. يعني دليل النهارده الكواليتي العرضيه بتاعه عالي، ان هو ما قدمش كتير خالص. يعني لو ما كانش جاي عمل الاساس ده على الناحيه الهجوميه كان هيقل معاه. انما اللعيب الكبير اللي انت تخليه في الملعب وانت واثق ان هو ممكن يديك حاجه عرضيه شوطه كده، هي دي اللعبه الكبيره. على الرغم ان هو لسه ما استعدش مستواه، لسه عنده كتير قوي على الناحيه الهجوميه وعلى الناحيه الدفاعيه. خط الدفاع بقى الونش بقى، انا متضايق منك يا جدع، انا مستغربك، انا مش فاهم انت ايه هتفضل لحد انت ترجع من الصليب ده؟ خروج من اللعب وسذاجه. احنا كسبانين النهارده، لكن لازم برضه اقول الاول ان انت لعبت زي الخرا، يعني بتقدم وبتبيع نفسك، كور عاليه ما بتتعملش صح، وقلل بقى كور طويله، انت ما بتعرفش تلعب يا جدع، ده انت مستفز للعين. ايه يا عم كل حاجه لطش 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 على مين؟ على العضيه اللي هو مش ميزه السرعه. ما تعقلوها يا جدعان. وبلاقيه ما بيعرفش يلعبها. حسام لما النهارده وراه حاجات كتير قوي من اول 45 دقيقه وانا بلعب كوره، هي نفس الكوره الطويله، ولاعيبه حرس الحدود ارياها مفيش اي فكره منها وما بيلعبهاش صح. حسام عبد المجيد في اتزان، شال كذا كوره النهارده، رمى ورا الونش. الولد محمد ابراهيم النهارده نجم الشوط الاول ونجم المباراه من وجهه نظري. ليه بقى؟ اظهر قد ايه عمر جابر ده لعيب رديء، لعيب العين ما تحبش تشوفه، لعيب ما بيعرفش يدافع، ما بيعرفش يهاجم، ما بيعرفش يباصي، مقلب وعاش عمر طويل. الولد محمد ابراهيم عنده حيويه، عنده نشاط، يمكن في بعض التصرفات في الناحيه الهجوميه بيزودنا شويه في الترقيص، لكن هو لعيب. لا ده انت شفت العرضيات اللي رفع عرضتين بتاريخ عمر جابر. ده غير الناحيه الدفاعيه، سيبوك يا جدعان من ناشئ وما عندوش خبره وما بيعرفش يدافع، ده بيعرف يدافع احسن من عمر جابر بكتير. وسط الملعب بقى اللي كل ماتش لازم قدام الاتنين سيرتباكات يبقى الدنيا فاضيه في شوارع، فاتحيننا احنا لله، فاتحيننا لله كده المنطقه بتاعتنا مش متداري خالص. اسماعيل اتكلمت عليه كتير لان كنت مخنوق منه ولسه مخلص الماتش فبصور لكم على طول مخنوق منه، فاتكلمت عليه فصفر من 10. شحات الشوط الاول كان ياخد صفر، الشوط الثاني اتطور لما نزل محمد السيد، الاثنين بيعرفوا يلعبوا كوره فاهمين بعض، لا اشتغل وياخد 7 من 10 على الماتش. عبد الله السيد خارج الفورم بعيد، اول مره بنتقدك في فيديو، اول مره بحس ان انت مقصر، لكن انت خارج الفورم. انت كل قطرياتك اللي انا مستنيك انت اللي تعمل لي حاجه، انت ما عملتليش اي حاجه في الشوط الاول. خدت الهجوم بقى بزيرة ما بعد الترقيص، يعني ما بعد الترقيص انا هرقص بعدها فين كواليتي العرضيه؟ في عرضيه انت قاصد ما توديهاش للعيبه الزمالك، انت عديت وقاصد ما تديهاش للعيبه الزمالك، لان في اتنين كانوا واقفين لتحت، لو عرضيه تحت خلاص جوه، في مشكله كبيره. عدد الدباغ اقل ماتشاته وقع في الاوفسايد كتير النهارده، كان سرحان محتاج يركز شويه. ناصر كان محتاج برضه يسقط يستلم اكتر من كده وياخد اكتر من كده كور، الكوره ما كانتش بتوصل له كتير، لكن هو لعيب كبير يخلص لك. ناصر كنا سمعنا في اول الموسم اللي هو كان وزنه زايد واتضغط عليه في التدريبات لحد ما خس وهو اشتغل على نفسه فبدا يرجع تاني. احنا عايزين نستناه في كاس العالم بقى، يعني كاس العالم لازم الكابتن حسام يبص عليه ولازم هو يركز في التدريبات عشان يكون موجود. دي بالنسبه لناصر منسي. تغييراتي بقى، عمر جابر ما اضافش اي شيء، محمد السيد اضاف روح الزمالك، يعني روح الزمالك في وسط الملعب، فتوح اضاف كتير، نزل اثر جاب جول، غير اللي هو اللعيب ما بيأثرش من الجون بس، لا عنده حاجه، انا مش محتاج اسيب الكوره واقعد اجري وراها، حافظ لي على الاستحواذ. فتوح اما نزل هو محمد السيد ومحمد شحات. احمد شريف ايه الانفراد اللي انت ضيعتها دي؟ يعني ايه ده؟ احمد شريف النهارده 4 من 10. انت لو كان الماتش ده خلص 0-0 بالانفراد اللي انت ضيعتها دي كان هيبقى ليك معايا يومك ثواب معاه.
فتوح 8 من 10. شوف لعيب بينزل يلعب 10 دقايق ربع ساعه بيديك المفيد بيخلص لك الدنيا بتاخد 8 من 10. سلام عليكم. لعيب تاني بيقعد يدي 90 دقيقه طور بيجري في الملعب. لكن في لعيبه رجاله، في لعيبه حتى لو مش في فورمتها بتموت نفسها. تغييرات معتمد جمال اضاف كل ماتش كوتش تفهمه من ايه؟ من ادائه وتغييراته. انتقدت في ماتش سيراميكا كليوباترا، لكن في لعيبه كانت بتلعب اساسيه قبل الماتش قالت احنا مش قادرين. هو مدير فني كبير ومدير فني بيعرف يدير الماتش بشكل كويس. الف مبروك لكل جمهور الزمالك، الف مبروك لمعتمد جمال، الف مبروك لكل زملكاوي، مش الف مبروك للاداره. حلل ال 11 قضيه اللي فيهم ايقاف جيد اقول لك الف مبروك على اي حد. انما انت ما بتدفعش مرتبات، القيد مقفول، وعايز نقول لك مبروك على ايه؟ على عفرتك. نادي بينجح ما فيهوش مجلس اداره، انها المعجزات، انه الجمهور. يعني جمهور نادي الزمالك يعمل الفرق. اللاعب بتلعب لحد الدقيقه 90 ليه؟ عشان خاطر الجمهور اللي في المدرج مموت نفسه عايز يكسب. كل سنه وانتم طيبين، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس. وعايز المشاهدات تطلع بقى. ان كانت عجبتكم سلسله الاخبار اعلوا المشاهدات فيها، لان لقيت 12 مشاهده 13 مشاهده فحاسس ان هي مش عاجباكم فممكن ما نكملش فيها. لو عايزين نعمل فيديوهات جديده عن الاخبار واخبار المحليات اعلوا معايا الاشتراكات واللايكات. سلام.